في البداية كده يا جماعة عايزين نعزي النادي الأهلي والأهلاوية وكابتن مروان عطية في وفاة والده النهاردة. وطبعا البقاء لله، وربنا يرحم والده ويجعل مثواه الجنة، وإن شاء الله تكون آخر الأحزان. طبعا بنسبة كبيرة مروان عطية مش هيقدر يشارك مع النادي الأهلي في ماتش القمة، ولكن يا جماعة في خبر النهاردة طلع من صحيفة في الجول بتأكد مشاركة أليو ديانج مع النادي الأهلي في مباراة القمة. طبعا دي يا جماعة صحيفة في الجول والخبر نزل النهاردة. الخبر بيقول أليو ديانج يتواجد في معسكر الأهلي استعدادا للقاء الزمالك تحسبا لوصول خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والذي يؤكد حل أزمته مع وكيله ليستطيع المشاركة في المباراة بدون أي عائق. كده يا جماعه أليو ديانج النهارده جاهز بنسبه 100% ويقدر يشارك في ماتش القمه، ما عندوش اي مشكله، وازمته مع وكيله اتحلت بعد ما الاهلي دفع له ال 250 الف دولار، وبعد كده هيخصمها من قيمه عقوده في السابق. صلوا بقى على النبي كده في البدايه، قولوا عليه الصلاه والسلام. طبعا عزيزي المشاهد لو بتتابعني من على الفيسبوك اعمل لايك وشير الفيديو واعمل له متابعه، ولو بتتابعني من على اليوتيوب اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري. وطبعا يا جماعه مساء الفل على كل اخواتي وحبايبي المحترمين اللي بيتابعوني. في البدايه بقى كده عزيزي المشاهد انا عايز اقول لك على حاجه. الاهلي بيعاقبنا كزمالك، والاهلي بياخد حقه تالت ومتلت بقسم بالله من نادي الزمالك. عايزين نسلط الضوء برضه يا جماعه على شويه احداث حصلت قبل تعاقد النادي الاهلي مع لعيبه نادي الزمالك. ايه اللي خلى الاهلي يعمل كده؟ ما هو الكل فعل رد فعل، والاهلي كان رد فعل ما كانش فعل يا جماعه. الاهلي كان رد فعل ما كانش فعل. اوعى تنسى عزيزي المشاهد اللقطه دي ما كانتش بالسهل على النادي الاهلي. انت دمرت افضل لاعب كان في النادي الاهلي في الوقت ده، افضل صانع العاب في مصر، وافضل لاعب في النادي الاهلي كان وقتها كان عبد الله السعيد، كان هو رمانه ميزان النادي الاهلي، خط نص ملعب النادي الاهلي. اوعى تنسى الموضوع ده، الاهلي مش ناسيه. لو انت كنت نسيت الاهلي مش ناسيه. الاهلي شايلها لنا وبيردها لنا. لا، واللي زود البله طينه اللقطه دي. فاكرين اللقطه دي؟ وقوف رئيس نادي الزمالك مع بنات لاعيبه النادي الاهلي. طب ايه الدنيا؟ ما انت اهو بتتعاقد مع لعيبه الاهلي، ما انت بتجيب لعيبه من داخل النادي الاهلي. طب الاهلي النهارده ما بياخدش لعيبه من نادي الزمالك مباشر، ما بيمدش ايده وياخد. انت النهارده اتعاقدت مع عبد الله السعيد وهو كان لاعب داخل النادي الاهلي، اخدت 4 بنات وهم كانوا لعيبه داخل صفوف النادي الاهلي، وكمان اخدت مريم مصطفى وهي لعيبه داخل النادي الاهلي، وكمان حصل مشكله ما بين هناء حمزه ومريم مصطفى مع النادي الاهلي، وانت كرئيس نادي طلعت هاجمت النادي الاهلي. فالنهارده يا جماعه النادي الاهلي بيقدم سيزون رائع في تاريخه مش هيحصل تاني. النادي الاهلي يا جماعه بيعاقبنا وبينتصر علينا داخل الملعب وخارج الملعب. وركز في كلمه خارج الملعب دي كويس، ركز في كلمه خارج الملعب كويس. الاهلي كمان بيحصل على كل البطولات اللي شارك فيها سواء المحليه والقاريه. يعني موسم رائع جدا للنادي الاهلي بيقدم فيه كل شيء لجماهيره. عاوزين ايه؟ عاوزين اللاعب ده من عينيا الاثنين، هجيبه لكم. انا هعرف اجيبه لكم، هي شغلتي انا كاداره. كابتن محمود الخطيب انا شغلتي كاداره، انا اعلم الناس يعني ايه اداره. اللي اعلام الزمالك طالع يقول لي كابتن محمود الخطيب اتعلم من رئيس نادي الزمالك يعني ايه اداره. فعلا من الواضح جدا ان كابتن محمود الخطيب فعلا يتعلم من مرتضى منصور. سبحان الله، كابتن محمود الخطيب ادانا قلم عمرنا ما هننساه مدى حياتنا. يا جماعه انا طالع بقول لكم المقدمه دي ليه؟ العمليه ما وقفتش عند تعاقد نادي الاهلي مع امام عاشور يا جماعه، دي امتداد للاعيبه تانية. وركز معايا، واول سلسله من سلسله الامتداد بعد امام عاشور مصطفى فتحي. كابتن محمد فاروق نجم النادي الاهلي السابق طلع قال لك مصطفى فتحي اهلاوي، اللاعب وقع على عقود انضمامه الى النادي الاهلي منذ دقائق. الكلام ده كان امبارح بالليل، واحنا نايمين على ودنا، احنا مش دريانين بالدنيا. اللي احنا دريانين بيه ان احنا بنطلع على القناه نشتم الاهلي والاهلاويه. اسكتوا يا جماعه، اسكتوا. خدوا الجديد يا جماعه، خدوا الجديد.
امام عاشور اللي اعلام الزمالك ورئيس نادي الزمالك كان دايما بيتباهوا بيه ويقولوا عليه ان هو من افضل اللعيبه في مصر، وهو افضل لاعب في خط نص داخل مصر، وافضل من عمرو السولية ومن حمدي فتحي ومن قفشه وافضل من لعيبه كتير. تخيل انت ان رئيس نادي الزمالك بيقول لك ان امام عاشور هو اللي كان مقصود بالمنشطات، ما كانش مقصود احمد فتوح وعبد الله جمعه. تخيلوا يا جماعه وصل بينا الحل فين؟ بقينا بنغير اكواننا، بنغير كلامنا في لحظه. يعني ده طول ما هو داخل نادي الزمالك افضل لاعب في الكون، اول ما يسيب نادي الزمالك اسوأ لاعب في الدنيا، ده ما بيعرفش يباص كوره، ما بيعرفش يباص كوره. رئيس نادي الزمالك طالع بيقول على امام عاشور ان هو اللي كان مقصود يا جدعان بان هو يتعمل له تحليل منشطات. خلاص بقى هتبدا الحمله على امام عاشور. مش انا من قيمه يومين قلت لكم يا جماعه ان امام عاشور هيشيل شويه مع كهربا؟ يعني كهربا كان كل الشغل عليه، دلوقتي الشغل هيبقى على امام عاشور، وكهربا هيتنسى شويه، وبعد كده الشغل هيرجع تاني على امام عاشور وكهربا. انت مفكر طبعا ان الموضوع وقف كده عند امام عاشور ومصطفى فتحي، الموضوع كده خلص؟ لا طبعا، لا طبعا. الاهلي يا جماعه هياخد حقه تالت ومتلت مننا. يا جماعه في تصريح طلع من كابتن احمد حسام ميدو ياكد لي ان احمد فتوح، وبقولها لكم تاني، انا بقولها لكم تاني وبكره هفكركم، ولو الكلام ده ما حصلش هطلع اعتذر لكم. احمد فتوح هيروح النادي الاهلي، ولو ما راحش النادي الاهلي هقول لكم يا جماعه حقكم عليا، انا اسف ما بفهمش حاجه. شوف تصريح كابتن احمد حسام ميدو اللي بياكد لي ان فتوح ليه مزاج ان هو يروح النادي الاهلي، وفي حاجه مش طبيعيه بتحصل ما بين فتوح والنادي الاهلي. ميدو بيقول لك فتوح واحد من كباتن النادي ولاعب زملكاوي، ننتظر تخطي هذه الفتره، وعبد الواحد السيد سيجلس معه هو ومحمد صبحي من اجل تجديد عقودهم، وسيصبحان من الفئه الاولى المتواجده داخل نادي الزمالك. لما كابتن احمد حسام ميدو يطلع يلمح ان فتوح هيبقى العقد بتاعه من الفئه الاولى هو ومحمد صبحي، فاعرف ان في حاجه مش طبيعيه بتحصل. وبعدين انا قلت لكم قبل كده ان احمد فتوح طالب 40 مليون في الموسم، طالب 40 مليون. طب نادي الزمالك هيدفع منين 40 مليون؟ تحس ان احمد فتوح بيعجزهم عشان عاوز يمشي من نادي الزمالك، وهو ده اللي هيحصل. لحد الان نادي الزمالك بقاله شهور من بعد المنشطات والحشيش والحريم اللي بيجي داخل نادي الزمالك، واحمد فتوح مقفول من نادي الزمالك. تحس ان في الفتره دي حصل شيء ما بين نادي الاهلي واحمد فتوح، لان رئيس نادي الزمالك قال اللي عاوز يروح النادي الاهلي هات لي عرض وانا اوديك الاهلي. ليه الكلام يا جماعه بيرجع يتلف ويتغير؟ وبحس ان بيحصل كده في الكلام تحوير. حتى لسه بقول لكم ان امام عاشور بدا يتقال عليه ان هو اللي كان مقصود بالمنشطات والحشيش، مش عبد الله جمعه ولا احمد فتوح. وعندي هنا سؤال بيطرح نفسه، اتمنى كل زملكاوي يساله لنفسه: اشمعنى لعيبه نادي الزمالك اللعيبه الوحيده اللي في العالم ساعه ما بتطلع من نادي الزمالك بتدي الزمالك ظهر، بتدي الزمالك وجمهوره ظهرها، وما بترجعش تاني نادي الزمالك؟ فرجاني ساسي، بن شرقي، امام عاشور، طارق حامد، ابو جبل. مين تاني يا جماعه؟ مين تاني طلع ونادي الزمالك اتحايل عليه يرجع وما رضاش يرجع؟ لعيبه كتير، حتى امام عاشور. يعني مصطفى فتحي نادي الزمالك حف ورا منه عشان يرجع تاني ما رضاش. امام عاشور نفس الوضع، طارق حامد نفس الوضع، فرجاني ساسي نفس الوضع، بن شرقي نفس الوضع. طب ليه الكلام ده ما بنشوفوش في النادي المنافس اللي هو النادي الاهلي اللي انتوا بتقولوا عليه ما عندوش لا قيم ولا مبادئ ولا اخلاق؟ يا جماعه ده لعيبه الاهلي اللي هتمشي السنه دي من النادي الاهلي بتعيط، واللي مشوا بيعيطوا، اللي مشوا من النادي الاهلي بيعيطوا، واللي هيمشي بيعيطوا، وايه ما لهمش مزاج يمشوا، مع ان هم قاعدين على الدكه، بس قعدهم على الدكه داخل النادي الاهلي ده بالنسبه لهم حاجه كبيره يا جماعه. النادي الاهلي، عارف يعني ايه النادي الاهلي؟ اللي كسبنا يا جماعه من قبل ما نلعب ماتش القمه. اوعى تفكر ان النهارده ده لو احنا لو ده، ودي من رابع المستحيلات، لو احنا كسبنا الاهلي النهارده في ماتش القمه، انت مفكر هيفرق مع الاهلي ولا الاهلاويه؟ الاهلي كسبنا يابا، الاهلي كسبنا يابا، كسبنا مرتين في يومين اتنين. كسبنا في تعاقده مع امام عاشور، وكسبنا في تعاقده مع مصطفى فتحي. ويا عالم النهارده ايه اللي هيحصل تاني، وابطال الدوري، وابطال دوري الابطال، وابطال السوبر، وابطال كاس مصر، وابطال السوبر. محتاجين ايه الاهلاويه؟ انت بقى في ظل كل الكلام ده فين؟ اقول لك انت فين.
اقول لك انت فين عزيزي المشاهد؟ نادي الزمالك فين بالظبط؟ نادي الزمالك طالع بقى بيرد بعد تعاقد نادي الاهلي مع امام عاشور، بيقول لك احنا بنخطط لخطف نجم النادي الاهلي احمد عبد القادر من النادي الاهلي. انا بقى مش هسالك انت هتخطف احمد عبد القادر ازاي، دي ما انا مش هسالك فيها، لا هقول لك انت هتتعاقد معاه ازاي، ولا هتدفع له فلوس ازاي، ولا هتجيبه باي طريقه، او باي طريقه، انا اسف. ولكن احمد عبد القادر هيجي نادي الزمالك ليه؟ ده السؤال اللي انا بساله لكل زملكاوي مصدق الكلام ده هبل يا جماعه. انا بقول لك احمد عبد القادر هيسيب النادي الاهلي والبطولات والانجازات والفلوس والقيمه التسويقيه وكاس العالم للانديه ووقوفوا على منصات التتويج وبرونزيه كاس عالم ومش عارف ممكن يوصلوا للفضيه بتاع كاس العالم اللي جاي، هيسيب كل الكلام ده ويجي نادي الزمالك ليه؟ عشان يتشتم؟ عشان يتشتم من رئيس نادي الزمالك او من مسؤولين نادي الزمالك؟ هيجي عشان طوب الارض يحط عليه مع نادي الزمالك؟ هيجي عشان يطلع من دور المجموعات مع نادي الزمالك في بطولة دوري الأبطال؟ كلام يا جماعة مفيش أي حد يصدقه وما يدخلش دماغ أي حد حتى لو ما بيعرفش كورة بنص جنيه. ماتش القمة يا جماعة، والناس اللي عايزة تاخد رأيي أو تقول لي توقعاتك إيه يا أبو الدهشين، توقعاتي طبعا كلها مايلة للنادي الأهلي. النادي الاهلي في افضل فترات حالاته، فانت مطلوب ايه من لعيبه نادي الزمالك؟ ده لعيبه نادي الزمالك اصلا ركابها بتخبط في بعضها لما بتيجي تلعب قدام فرقه بتنقل كوره او فرقه واقفه على رجليها. ماتش فيوتشر يا جماعه ده احنا كنا هنشيل فيه، كنا هناكل الطين فيه، بقسم بالله كانت هتبقى فضيحه والله العظيم. لولا جنش هو اللي دخلنا تاني في الماتش كانت هتبقى فضيحه. كان زمان دلوقتي نادي فيوتشر اول سكور تاريخي عمله في مسيرته الكرويه كان هيبقى على نادي الزمالك. ايوه يا جماعه احنا وحشين يا جماعه، نادي الاهلي مدخلنا الماتش اصلا خسرانين، احنا رايحين نلعب ماتش واحنا اصلا نفسيا مقتولين. الاهلي قتلنا نفسيا ومعنويا وعمل كل اللي هو عايزه معانا خارج الملعب قبل داخل الملعب. تخيل انت كده عزيزي المشاهد، حتى لو انا كسبت الاهلي ودي من رابع المستحيلات، وهقول لك ليه من رابع المستحيلات، بس تخيل كده لو انا كسبت الاهلي مثلا، انا كزملكاوي مش هفرح. هفرح ازاي والاهلي لسه مديني قلمين على قفايا، كل قلم انقح من اللي قبل منه، قلم امام عاشور وقلم مصطفى فتحي يوم ماتش القمه. فانت النهارده داخل ماتش القمه مالكش نفس لاي حاجه، وبعدين اهلي ايه اللي انت هتكسبه؟ اهلي ايه؟ احنا يا جماعه عندنا لعيبه بقسم بالله اول ما بيتعمل عليها ضغط عالي، لما كان بيتعمل علينا ضغط من لعيبه نادي فيوتشر، لعيبه نادي الزمالك كانت بتسلم نمر، وكانت بتقول لك اعمل نفسك ميت. تخيل بقى انت النهارده رايح تلعب قدام مين؟ الناس اللي بتقول لي احنا ما عندناش خط نص ومش عارف ايه، اليو ديانج، عندك وليد القندوسي، احمد القندوسي، محمد مجدي قفشه، عمرو السوليه، عندك 4 لعيبه حامله، خلاف بيرسي تاو اللي الاهلي بيستفاد بيه تحت راس حربه، خلاف بيرسي تاو يا جماعه. فانت النهارده انت بتتكلم في لعيبه خط نص لو عملت ضغط عالي، ضغط عالي هي كده، وبيرسيتاو وحسين الشحات وكهربا، بقسم بالله دفاع نادي الزمالك بخط نصه هيقعد كده ويقول لك يا باشا انا ماليش دعوه، هم اللي قالوا لي اجي اخد منك الكره، خد الكره هي، انا ماليش دعوه، اعمل بقى اللي انت عايزه. لعيبه نادي الزمالك هتسلم نمر يا جماعه. انا خايف النهارده من فضيحه، من سكور عالي الاهلي النهارده يلبه لنا يا جماعه. النهارده لعيبه نادي الزمالك داخله الماتش منهاره، احنا كجمهور منهارين، كاعلام منهار. اللي سيبك من اللي اعلام الزمالك بيعمله ده اعلام الزمالك بيداري حرقته، اعلام نادي الزمالك مولع من جواه زي ما احنا كده ما قاعدين مولعين يا جماعه، بس هم السبب في اللي احنا فيه، هم السبب، لان مفيش حد وقف للمسؤولين داخل نادي الزمالك يقولوا للمسؤولين انتوا ليه بتمشوا اللعيبه دي؟ ليه بتمشوها؟ اهو انت النهارده بعته ب 3 مليون، الاهلي جابه ب 3 مليون وفكه، بكره الاهلي بعد ما ياخد بقى كفايته من امام عاشور بعد 4-5 سنين يديك ويدينا طول العمر، الاهلي ممكن يبيعه ب 5-6 مليون، يبقى جاب للاهلي بطولات والاهلي استفاد بيه داخل الملعب، وبعد كده الاهلي باعه وكسب برضه. تخيل يعني افضل صفقه في تاريخ النادي الاهلي واسهل صفقه في تاريخ النادي الاهلي هي امام عاشور. فتوقعات النهارده يا جماعه الماتش القمه هنشيل كتير يا اما تعادل. طبعا يا جماعه انا وصلت لنهايه حلقتي، اتمنى في النهايه نعمل لايك وشير واستنى في حلقه جديده، اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.